بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. اول حاجة، انا خلاص الجزء الاول بتاع التحليل الفني انتهى، وفي مقدمة كده ممكن تكون صادمة ليك، بس انا لازم اقولها عشان انت لازم تفهم انت فين من السوق وايه اللي بيحصل حواليك وايه كل حاجة. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. لو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تقوله تحت في الكومنتات، ولو عايز تشرفني في انك تكون من التيم الموجود في التوصيات الخاصة، هتلاقي اللينك بتاع التليجرام بتاعي تحت. اتواصل معايا وان شاء الله هتبقى تنضم لينا. تمام. طيب، اول حاجة اللي انت خدته في الجزء الاول ده كان التحليل الفني. التحليل الفني ده طبعا انت يعني زيك زي اي حد اكيد حاول يخش يشوف بقى ايه مناطق العرض ومناطق الطلب او الدعم والمقاومات، ويلاقي الصدمة ان لو طلع مثلا 15 او 20 دعم ومقاومة، ممكن يلاقي ربعهم بس اللي اشتغل يعني بالنسبة اللي هو عايزها. فاهم؟ ولو اشتغل هيلاقي اللي اشتغل على فريمات كبيرة زي فريم اليوم او ال4 ساعات. وده طبعا حاجة صادمة ليك ان انت مش في دماغك، لا انا عايز اشتغل على طول او ادخل صفقات مثلا في الاسبوع، صفقتين ل5 صفقات مثلا. فيقول لك لا، ما انا كده كلت ايه نشرب عليه من الاخر. او يبقى راجل يعني محفظته ما شاء الله يعني ايه تعدي ال1,000,000 دولار. تمام. وطبعا اغلبنا مش كده. المهم، اول حاجه الدعم والمقاومات والحاجات دي انا مش بستخدمها في التحليل، ولا انت هتستخدمها في التحليل. ممكن في ناس بتستخدمها في مدارس تانية بتاعتها، بس يعني انا عايز نقول لك على حاجه كده. لو انا مثلا في ظرف حصل او خبر ما، شركه اشترت هنا، كلام جميل. طيب هي اشترت، هل نفس الشروط والاحداث اللي حصلت هنا خلت ان السعر يطلع هيك كده واجب يعني او شرط لازم ان هو يحصل هنا تاني؟ لا، مش شرط. ولو انا مثلا جيت قلت لا، هتقول لي امال انت كنت بتشرحه لي ليه؟ هقول لك اهدى بس عليا، خليني ماشي في نفس السرد ده. هو هقول لك يعني مثلا ابسط حاجه في فيديو زي ده، انا قلت لك ان الدعم القوي بيكون الاتجاه طالع بسرعه، طبعا باين ان الاتجاه طالع بسرعه، وبيكون ما فيهوش تصحيحات كتير، ما فيهوش تصحيحات كتير اهو، وكل حاجه مظبوطه. يعني انت لو هتيجي تقول لي ده دعم قوي، طيب انا وانت هو بنسبه كبيره، وابقى راجع الفيديو تاني يعني، الدعم ده هينكسر كده كده، ممكن ينكسر واحنا بنشرح مع بعض في الفيديو ده. طيب ده ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها دعم ومقاومه ثابته. الشروط يا جماعه مش بتتغير. يعني الظرف اللي كان خلاني اشتري هنا مش ضروري ان هو يحصل تاني بعدين. يعني بص مثلا، لو جينا مثلا هنا مثلا، هنا هتقول لي مثلا طب ايه السبب ان بيخلي السعر يطلع او ينزل هنا؟ هقول لك بسبب بتاع ده، الاوردر بلوك، او دي حاجات هتاخدها في الشابتر التالت. طيب هتقول لي مثلا ايه؟ هنا مثلا، هنا على فكرة ده اوردر بلوك قوي، سبب ان السعر ينزل او كتلة طلب. لكن دعم ومقاومة دي لا. هتقول لي طب انت ليه بتشرحها؟ هقول لك مش هينفع نيجي نقول لك سيولة، وده الشابتر التاني كله، من غير ما تكون فاهم يعني ايه دعم ومقاومة وليه السعر ما بيحترمهاش، او ليه السعر مثلا بيجي عند، اكيد ديت حصلت معاك، طلعت دعم او طلعت مقاومة، لقيت ان السعر نزل بشمعة قوية زي دي، او احنا هنروح بعيد للمثل والمثال اهو. والله يا باشا انت طلعت هنا اهو، خدنا مثلا دي كلها، كل ده دعم مظبوط. مش ده اللي انت خدته معايا وده اللي انا شرحته لك؟ السعر طلع من عنده، بعد كده نزل اترد له، بعد كده طلع، بعد كده نزل اترد له، بعد كده طلع تاني، بعد كده نزل هنا وترد له. طبعا هتقول لك ده منطقة دعم ومقاومة جامدة. حد هيجي يقول لك اشتري من هنا وخلي ستوب لوس بتاعك هنا؟ اقول لك ايه اللي عارف، لو انا راجل غاوي نضحك عليك هنقول لك بص يا باشا، هو ما بتاع ده قفل جواها ما قفلش تحتها، ده كان مجرد ديل بس. بس الديل ده، الديل ده يعني ايه؟ يعني السعر كان الشمعة دي كلها كانت قوية وهابطة الهبوط ده، وطلعت الناس دي كلها، وهي دي السيولة. يبقى بالبلدي، السيولة هي ايه؟ هي الاماكن، الدعم والمقاومة، او اي دعم ومقاومة. زي ايه؟ زي الترندات. يعني مثلا نقول مثلا ايه، ثواني، اكيد انت خدت، اكيد برضه انا مش اول كورس يعدي عليك، بس ان شاء الله هيبقى اخر كورس.
الشانل فين؟ القناة اهي مثلا كده. فانت المفروض ان احنا مثلا في اتجاه هابط، ان ده هيفضل بقى مدعوم. ثواني نخلي لك اكستند. فانت مثلا مستني ان السعر يجي هنا وتبيع. تقول لي ليه؟ هتقول لي مثلا انا مش عايز نقول لك فير فاليو جاب او حاجه. يعني مثلا ايه، بص هنا السعر كان طالع كل ده، وخلت ان دي منطقه مقاومه، مع المقاومه ديت اللي هي الخط النازل او الترند، خلت ان ديت منطقه عايزه تبيع. بس اللي حصل ان المنطقه كانت قويه للشراء، بعد كده السعر نزل احترم نفس المنطقه دي وراح مكمل صعود، هبط بعدين مش مشكله. الفكره، خدها بقى مني قاعده كده واكتبها: اي دعم او مقاومه ايا كانت هي ايه، ترند، آه فايبوناتشي، لان الفايبوناتشي على فكره المناطق اللي احنا حددناها اللي هو 0.5 او النص، 618، كل الاماكن دي بتبقى دعم ومقاومه والسعر بيحترمها، وفي ناس بتشتغل عليها، بس انا مش بشتغل على كده. يعني مثلا يقول لك ايه، كده كده كده، هنا مثلا النص هو ديت منطقه بتاع ده، مقاومه. السعر نزل كل ده، بعد كده طلع عندها اتذبذب شويه، بعد كده هبط. خدها بقى مني. وعلى فكره السيوله انا هنقولها النهارده، انت ممكن تفهم منها 40 50% بس، هتروح تريق انت عليها هتفهم 80%. مفيش حد يقدر يشرح لك السيوله ككتاب انزل كده، لا، انسى. السيوله دي هتيجي مع الوقت، ولازم ده تدريب بقى ليك زيك زي لعيب الكوره كده، طالما انت ناوي تخش مجال زي ده، انك باستمرار تفتح السوق كل يوم، فريمات صغيره زي فريم ال5 دقايق وفريم الربع ساعه، وتحدد السيوله. شكرا، انا مش عايزك تتداول، بس انا عايزك تحدد السيوله. هتقول لي انت بتتكلم عن كلمه السيوله كتير واحنا ما عرفناش السيوله ديت ايه. اقول لك السيوله دي، ثواني، كده بقى. هقول لك السيوله دي اي شكل هندسي انت درسته في حياتك. مثلا كده مثلا، تقول لك انت، انا واثق ان انت اكيد خدت ده. اقول لك ده ايه؟ قمه، قاعين متتاليين. تمام. قاعين متتاليين يعني ايه يا حاج؟ يعني السعر لما جه احترم المنطقه دي، رجع احترامها تاني، وكونوا لك شكل دعم، بعد كده السعر جه هنا وكسر ده، يبقى السعر هيكمل في صعوده. هقول لك لا، هقول لك اي حاجه متساويه ده شكل سيوله. ثواني نكبره له. ده شكل سيوله. اي ديلين مثلا جنب بعض، او بص خدها بقى الاشكال دي. ثواني، مثلا كده، تقول لي مثلا ده ترند، السوق كان صاعد بعد كده ماشي في ترند هابط. هقول لك ده بيكون شكل السيوله. سيوله يعني ايه؟ يعني السعر بعد كده اما هيقوم طالع فوق، بلاشك انت، اما هيقوم طالع فوق كده ونازل بقوه، او هيقوم عامل كده نازل ساحب السيوله دي، بعد كده طالع فوق بقوه. ده الشكل اللي بيحصل. طيب، ده بص، انا السيوله ديت ممكن نشرحها كلها في حصه واحده او حصتين، بس انا هنعمل لك كم فيديوهات عن السيوله، بس نقعدوا كده مع بعض، ممكن فيديو يومي كل يوم كده على فريمات صغيره، ونشرح مع بعض السيوله بس لان انت لو فاهم السيوله انت مش محتاج حاجه تانية، انت مش محتاجني، مش محتاج اي حد، يعني يا دوبك انا عايزك تكون مهندس سيوله بس. انت لو المتداولين اسمهم مهندسين فعشان هم مهندسين سيوله فقط فقط. طيب، خلينا نشتغل بقى مع بعض. وعلى فكره دي مدارس ICT اللي انا بنشرحها لك دي، عايزين زوج يكون هادي. على فكره زوج اليورو دولار مش بيضرب سيوله كتير عكس الباوند، عشان كده انت لازم تظبط نفسك انك تشتغل الباوند. الحاجات ديت انا محتاجها الصراحه، فهنخش على حاجه تانية. آه خلينا واندا، ماشي واندا، ماشي. تعالى كده بقى نبص مع بعض هنا. هنشتغل مثلا على فريم الساعه، خلينا في البدايه. طيب،
الشكل ده عندك ايه دول؟ السعر طلع بعد كده راح نازل بعد كده راح طالع هنا. ده بقوا خلاص زي قمتين متتاليتين. تاني برضه قمتين متتاليتين. طيب انت تروح محددهم، بس دي سيولة. طبعا ده كان نهاية اسبوع. المهم السوق بدأ بعد كده، جه هنا يوم الاثنين الساعة 12، السعر راح نزل على طول بقوة في جلسة لندن. بعد كده فضل يتذبذب يتذبذب. مع يوم التلاء السعر راح بوم، راح ضرب السيولة ديت ومكمل في اتجاهه. تمام. طيب نيجي هنا برضو على فكرة، اي شكل زي ده بص برضو، لان احنا لو جينا على فيلم صغير زي في فيلم ال5 دقايق مثلا، شمعتين جنب بعض اهم، لان دول على فريم الدقيقة برضو هيبقوا قمتين متتالية قاعين متتاليين. فاهم؟ وبالذات لو الجنب الشمال ده اقوى يعني اقل من الجنب اليمين. يعني بص هنا الجنب الشمال وده الجنب اليمين، فالجنب الشمال نزل اكتر، فده بيعمل لك السيناريو اللي انت عارفه ده كده. ده هنا بتروح محدد ان دي سيولة. طب السيولة ديت بتعملها ازاي؟ السيولة ديت اللي انت خدته معايا في الجزء الاولاني، وركز بقى عشان مثلا ما تقوليش ان انا جيت ضيعت لك وقتك. في الجزء الاولاني انت واخد ايه؟ واخد ان ده دعم، صح ولا لا؟ رد عليا، خليك راجل محترم، صح ولا لا؟ المفروض ان انت حددت المكان ده كده دعم. تيجي انت راجل زبون تروح شاري من هنا، وروح مطلع لك معاك السعر بالاخضر اهو. يعني خلاص بقى الصفقه بتروح وعمل لك اغلاق والامور اللي انت مستناها كلها. انت كراجل زبون حاطط الستوب لوس بتاعك في حاطه هنا اهو. واحد تاني مفتح يقول لك لا انا هحطه هنا، ويروح جاي هو صباح الفل راح واخد هناك، راح واخد لك السيوله دي كلها. هتقول لي ايه؟ هتقول لي بس انا يعني هو لما جه بالسيوله ديت ما استكفاش بيها، بعد كده راح طالع، بعد كده راح نزل ضربها تاني. هقول لك ده عمل الوقت. وعلى فكره ديت صفقه انا دخلتها، هنبقى نشوف، هنبقى نشرحها ان شاء الله ليكو. داخلها من هنا، والله العظيم داخلها من هنا، وكان الستوب لوس بتاعي هنا، وكنت بتارجت ده هدف اول، وهدف تاني كنت حاطه هنا بس ما كملتش فيها الحقيقه يعني. ما علينا، ده مش وقته. ده هتقول لي مثلا لو انا جيت اشتريت من هنا، هقول لك ما هو نزل تاني ضرب لك الستوب لوس. هقول لك بص كده، السعر يا جماعه مش غشيم. بص السعر كون لك نموذج ايه هنا. نيجي على فريم الدقيقه، بص انا على فكره بشرح الحاجات دي على فريمات صغيره، الموضوع اصعب شويه وهيبقى محتاج وقت منك وتدريب منك كتير، عشان كده بقول لك تدريب يومي. بص هنا وبص هنا كمان مره، الشمعتين دول عملوا لك ايه؟ عملوا لك شكل ان قاعين متتاليين، يعني سابوا لك تحتهم سيوله. هتقول لي طب انا امتى نعرف ان على يعني مثلا هنا مثلا ممكن تقول لك مثلا ايه؟ لا هنا الصراحه ما سابش حاجه هو. هنا برضو نفس الفكره، ده كان سايب لك هنا، بلاش يا عم اعملها لك انا، كان سايب هنا نفس الشكل اللي احنا قلنا عليه، وعشان كده دي اسمها سيوله. عشان كده انا كنت مستهدفها وبقول لك ده هدف اول. فاهم؟ طب السيوله انت بتستفاد منها في ايه؟ السيوله اول ما السعر ما يضربها انت بتركب على طول، بتركب في الصفقه. يعني هنا كان جلسه لندن، جلسه نيويورك، ودي كانت سيوله لندن. فده اسباب، يعني انا اشرح لك الصفقه انا دخلتها ازاي بالمره. السعر فضل ينزل، السعر راح جاي هنا الاول، راح مكون سيوله هي اهي واهي واهي. عايز انت تاخدها بشكل ترند، تمام. عايز تاخدها بشكل اكس سيوله، تمام. السعر راح نازل، راح سحب السيوله ديت وراح سحب سيوله لندن. قلنا بس احنا متشكرين. اول ما سحبها ومع الانعكاس القوي ده، رحت انا داخل على طول، شكرا. دخلت الصفقه بدون اي حاجه، يعني يا دوبك بص الصفقه بالنسبه لي حللتها ازاي كده. جيت هنا قلت هنا سيوله لندن، السعر كان كون سيوله الساعه 8، السعر راح نازل بعد كده الساعه 9، سحب السيوله، اداني مومنتو، دخلت الصفقه.
أنا اتوقع مفيش حاجة اسهل من اللي انا بنشرحها، يعني مفيش حاجة اسهل من كده. تمام. طيب، اعتقد ان درس السيولة النهاردة كده يعني في جزء مهم بالنسبة لك كتير اتشرح. وبرضه عشان تكون فاهم الجلسات، بص هنا هتروح نازل عند الخط ده اللي معمول فيه الوقت على منصة تريدنج فيو، وهتروح دايس كليك يمين بالشاشة، داخل في التايم زون او المنطقة الزمنية على حسب يعني لو انت عاملها عربي او انجليزي، وتختارها نيويورك -4، -4 ساعات يعني. وبالنسبة لنا احنا في مصر فالساعة بتتغير يعني كل موسم وانت طيب، فهتبقى تقريبا -5، هتبقى تقريبا مش متأكد. فاهم؟ لازم تكون عاملها نيويورك عشان تاخد بعد كده الجلسات. الجلسات هنكتبها لك هنا. كتب يا عم. 2 إلى 2 ل5 نيو نيويورك من الساعة 7 للساعة 11. آسيا من الساعة 8 للساعة لحد الساعة 12. آسيا BM يعني من 8 بالليل عندنا احنا كعرب عامة، من بعد العشاء لحد الساعة 12، 12 الصبح يعني منتصف الليل بتوقيت أمريكا. يعني ايه؟ هنقول لك انا دلوقتي هنا مثلا، ده الموضوع، خلي ديت بس قدامك كده. هنا مثلا الساعة 20 يعني الساعة 8 كده، الساعة 20 8 لحد الساعة 12 بس. ده كده معانا جلسة آسيا. أنا عاملها على فكرة وكاتب هنا آسيا، بعد كده هتلاقي هنا الساعة 2 لحد الساعة 5 جلسة لندن. تقريبا ما عملتش لنيويورك هنا على فكرة، أنا مش عارف، بس هي جاية معايا اليومين دول منصة تريدنج فيو تحت هي. بس أنا حابب نحلل على جوجل، ما تسألنيش ليه، بس هي جاية في دماغي يعني نوع من أنواع التغيير. وعلى فكرة برضه نحب نغير الشموع كل شوية، نحسس إن في حاجة جديدة بالنسبة لي يعني. ما علينا، مالكش دعوة بيا عامة. مهم، وهنا الساعة 7 لحد الساعة 11 بس. 11 شكرا. وبتحدد القمة والقاع بتاعتهم كلهم. طيب، احنا كده حددناهم. عايزين بقى نعرف اللي حصل. على فكرة آسيا بتبقى قبل افتتاح اليوم، فانا ما يهمني بعد اسيا عامه على طول، يهمني نشوف لندن. انت بالنسبه لك اللي حصل، انا بنروح محدد كده ومحدد كده. هتقولي بس ديت مش قاع اسيا، مش قاع لندن، اسف. هقول لك انت لو دخلت على فيلم الدقيقه، هتقول لك هو فعلا مش قاع لندن. بس هقول لك ان بص كده، الرسمه دي مش شبيهه للرسمه دي؟ اعتقد شبيهه يعني لو جينا نعملهم كده يعني، بس واحنا مكبرينهم شويه كده وكده وكده، بقت هي واضحة للكل. السعر راح جاي نازل ضارب سيولة لندن، بعد كده راح طالع بقوة. طبعا انا بعد كده الشابتر الجاي هيبقى الفير فاليو جاب والاوردر بلوك، وهتعرف معايا كل الكلام ده. بس السعر راح طالع بسرعة، كون عندك ايه؟ زخم. الكلمة ديت مهمة. المومنتوم من اهم الحاجات اللي انت هتاخدها، لازم تاخدها مع السيولة كده ويكونوا الاتنين متشابكين مع بعض. مومنتوم او الزخم وضرب السيولة بنسبة 99%. السعر لما بيضرب سيولة بيروح مكون زخم بعديها، وده الزيرو انعكاس يعني. لو انت طبعا عايز تخش زيرو انعكاس، ممكن تروح داخل من اول ما السيولة ما تتضرب، وانا ما بحبش النوع ده، لان ممكن يكون حصل اي حاجة في السوق والسوق كله بينعكس، مش شرط. وطبعا هتاخد كل ده مع الوقت. بس الزيرو انعكاس فعلا انك تخش في صفقة زي دي من هنا، من هنا كده، ده زيرو انعكاس.
صفقة زي دي هتروح محدد طبعا هتاخد قمة ايه؟ هتاخد قمة لندن، نيويورك اسف هدف اول ولندن هدف تاني. ولو جينا نبص هنا كده، ايه ده؟ مش نفس الشكل اللي انت مستنيه بس على شكل هابط اهو. برضو ما ظبطتش، مش مشكلة. كده 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 نفس الشكل. فده سيولة عندك كده، دي سيولة عندك اهي. فده هدف اول، وهدفك التاني كان في شكل اهوت سيولة، وده شكل سيولة برضو. فانت محضر لك شكلين سيولة. هدفك الاول اهو، الار ار او الريشيو تلاتة يعني لو خسرت مثلا دولار هتكسب قدامه تلاتة. فصفقة في الجون حرفيا، مفيش اسهل من كده. الحاجات دي بتتشرح لك في اول فيديو، زي ما انا بساعدك وبطلع لك جودة كويسة وبحاول افهمك وابسط لك المعلومة على قد ما اقدر. ساعدني من انك تعمل لايك سبسكرايب للقناة، تقول لي رأيك تحت، واشوف وشكوا على خير ان شاء الله في حلقات جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.